الفراخ اهي في الاخر بقى بعد ما نضفتها بقت زي الفل اهي. هنبقى حاطين المحلول النقع بقى، هنحط ليمون، عصير ليمون بالشكل ده كده قبل ما تحطوها في الفريزر، قبل ما تكيسوها وتحطوها في الفريزر. خل، شويه خل وشويه ملح، شويه ملح بالشكل ده كده، بالشكل ده كده، وشويه سكر بالشكل ده كده. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم. النهارده هقول لك ازاي تربي فراخ تنضفيها كمان في البيت، عشان ممكن كمان ما يكونش في مكان عندك في المكان اللي انت قاعده فيه، اللي هي مكنه التنظيف بتاعه الفراخ. وازاي تربي فراخ وتعملي اكتفاء ذاتي، اكتفاء ذاتي للاكل في البيت. الفراخ دي بتحتاج حوالي متر واحد بس، وتقدري تربي وتاكلي في اي وقت وتذبحي في اي وقت. هيبقى الحاجه متوفره عندك احسن ما تشتريها. وتربيه الفراخ دي سهله، اسهل منها مفيش. كمان ممكن تربيها لرمضان، ممكن تربيها يعني كل شهر برضو او كل شهرين. هتعملك مثلا اكتفاء ذاتي للشهر، من الشهر للشهر تربيها. احنا هنبدأ في تنظيف الفراخ بالشكل ده كده. الفراخ دي مبتاخدش وقت في التنظيف ولا اي حاجة، بالشكل ده كده. هتربيها بقى ازاي؟ مثلا هتجيب لك 10 فرخات، هتجيب 10 فرخات على قدك، على حسب ما انت عايزه بقى، 10 15 زي ما يكون. وهتروحي جايباهم وعامله لهم مكان حوالي متر كده في البلكونه، في اي حته فاضيه عندك. وهتجيبي لنده من اللي هي اللنده اللي هي الحمراء دي بتاعت الكهرباء، وهتروحي موصلاها بالفيشه. طبعا عامله لها فيشه وسلك، عشان اللنده دي فايدتها عشان تدفيهم. هتدفي الفراخ دي عشان الفراخ دي بتحب الدفء. وهتشتري العلف بس كده. وعلى شهر بقى، يعني الفراخ على شهر تبقى كبيرة زي كده، هتدبحي على شهر، ويبقى عملت اكتفاء ذاتي عندك في البيت، والتربية في البيت من غير أدوية ومن غير حقن وحقن وحاجات زي كده. بس كده، هو دي طريقة التربية بتاعتها، سهلة خالص، طريقتها سهلة وبسيطة وحلوة. اللي عايز بقى يربي هيربي، طبعا حسب المكان. انت لو ما عندكش مكان، مثلا في البلكونة، اعملها حتة في البلكونة، مش هتقول لا يعني، لانها بتاخدش مكان. الفراخ دي بتاخدش مكان، وعلى الشهر بتكبر زي كده. يعني اللهم صل على النبي، على شهر هتدبحي منها، ولا تجيبي من بره، تشتري من بره ولا اي حاجه. هتبقى عملت اكتفاء ذاتي في الاكل بتاعك. ومش اكتفاء ذاتي بس، عشان الادويه اللي بيحطوها والحقن والحاجات اللي زي دي بتبقى طبعا مضره، فانت هتجيبيها هتسهل عليكي بالشكل ده كده اهو. بعد كده هنشيط الفراخ دهيا على البوتاجاز، عشان بيبقى فيها ايه، ريش صغير كده ناعم كده، بيبقى مش حلو. فاحنا هنشيطها، انا بحب اشيطها، في ناس كتير برضو بتحب تشيط الطيور والفراخ بعد ما تنضفها بالشكل ده كده اهو. كده انا نضفت الفراخ التنظيف الاولاني اللي هو بعد تنظيف الريش. كده بقى هنشطفها وهنقطعها، هننضفها من جوه بقى، يعني نفتحها من جوه. في برضو بنات صغيرين ما بيعرفوش يفتحوا الفراخ ولا يقطعوها، فانا هوريكم ازاي تفتحوها وتقطعوها.
وكمان عايزه اقول لكم الفراخ دي في معلومه مثلا في تربيه الفراخ. لو انت عايزه تربي طبعا الفراخ دي بتاخد 3 كيلو علف من اول الكتكوت، من اول ما تجيبيه كتكوت. يعني 3 كيلو علف، كيلو علف ناعم والاتنين هيبقوا خشن لحد ما توصل الفراخ بالشكل ده كده. البنات الصغيرين بقى ازاي الفراخ هتتقطع وتشال منها الحاجات اللي مش حلوه. اول حاجه احنا شلنا الحصاله اللي هنا، فتحنا حته وشلناها وقطعنا الحته الزفره اللي بتبقى في الجوانح بالشكل ده كده اهي. اهي قطعنا حته من الجوانح هنا. بعد كده هنفتحها بقى، هنفتحها وقطعنا برضو في حته برضو بنرميها اللي هي دي ورا كده. بعد كده هنفتح كده من هنا بالشكل ده كده اهو. كده فتحناها اهي. هنطلع الحاجات بتاعتها، المصارين والحاجات اللي زي دي اهي. اهي بالشكل ده كده اهي. هنبور البنات الصغيره اللي هي عايزه تنظف الفرخ وما بتعرفش تقطعها بالشكل ده كده اهو. اهي هننضف برضو من هنا كده اهي. بالشكل ده كده هنفصل الوراك بالشكل ده كده، وهنيجي من النص بتاع الوراك كده وهنقطع كده بالسكين. ودي كده دي كده هننضفها، هتتنضف اهي بالشكل ده كده. نشيل الحاجات اللي زي دي، والتانية نفس الطريقة اهي. بعد كده هنقطع ايه الرقبة بالشكل ده كده اهي. هنيجي بقى على الصدر اهو، ممكن نقطع الجوانح بس هنعملها كده اهي. في الاول هنا اهي تبقى الفشه تبقى موجوده هنا كده اهي. هنا هنطلعها برضو، هنقطع بقى كده اهي. عايزه بقى لو انت مثلا عندك فراخ وعايزه تخلي الصدر لوحده والوراك لوحدها، هتقطعي وتخلي كل حاجه لوحدها. عايزه تعملي بانيه هتعملي بالشكل ده اهي كده. الفرخه اتقطعت اهي اهي. هنشطفها بقى، هنشطفها. بعد ما نشطفها طبعا هنشطفها شطفه تمام يعني. بعد ما نشطفها بعد كده نعمل لها محلول نقع، ننقع الفراخ فيه. وبعد كده بعد ما ننقعها طبعا هنصفيها ونعبيها في اكياس وتتحط في الفريزر. كده الفراخ اهي في الاخر بقى بعد ما نضفتها بقت زي الفل اهي. هنبقى حاطين المحلول النقع بقى، هنحط ليمون، عصير ليمون بالشكل ده كده قبل ما تحطوها في الفريزر، قبل ما تكيسوها وتحطوها في الفريزر. خل، شويه خل وشويه ملح، شويه ملح بالشكل ده كده، بالشكل ده كده، وشويه سكر بالشكل ده كده. اللي عاوز بقى يحط دقيق يحط عادي كده اهي. محلول النقع اهو بالشكل ده كده. بعد ما يتنقعوا طبعا هنروح شاطفينهم ومصفيينهم وحاطينهم في اكياس وفي الفريزر. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم. لو عجبكم الفيديو اشتركوا لي في القناه وفعلوا الجرس. كده محلول النقع اهوت. اللي عايز برضو يرش رشه دقيق عليها عادي يعني، بس هو كده تمام. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم.
يا رب يكون استفدتوا بمعلومة بسيطة او استفدتوا بحاجة هتعملوها. اتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.